كيفي كيما كل امرأة تونسية وإلا أم تونسية إذا كان صبت المطر نوليو نلوجوا على الحاجة اللي فيها خضرة والحاجة الجارية. أنا اليوم اخترت باش نعمل شكشوك تسلقوا معدنوس، بما إنه توا كيما قلت لكم وقت الخضرة. شكشوك تسلقوا معدنوس راهو نطيبوها احنا في حمام سوسة، ما هيش طبيخة وما هيش مرقة خضرة، شكشوكة على طريقتنا في حمام سوسة. حطيت زيت زيتونة، البصل، باش نزيد عليهم سفناريا مقطعة مكعبات، وتوا عاد الخضرة الكل موجودة اللي تحبوه حطوه. باش نحط هاك السفناريا نخليهم يتقلاو شويه ببعضهم، زدت عليهم قيرينات فلفل شايح مكوش اني نطيب بيه ويعجبني على الاخر. ولهنا خديت حزمتين سلق عليهم حزمه معدنوس، غسلتهم وقطعتهم بالكدا، وتوا باش نحطهم. بعد ما حطيتهم باش نغطيهم ونخليهم حتى لين يذبالوا، ودرجة باش تشوفوا وحدكم قداش الكونتيتي باش تنقص. يعني كان نتوما باش طيبوا اكثر زيدوا في السلق وزيدوا في المعدنوس. لهنا بعد ما ذبال السلق والمعدنوس باش نبدا نفوح، باش نحط مغيرفه ملح، بما انه السلق مالح ما تحاولوش تكثروا برشا في الملح، وعليهم شويه فلفل اكحل حطيتهم، وباش نزيد عليهم مغرفه فلفل احمر. راهو اني لنا ما نحطش طماطم معجونه، فما شكون يحطوا فما شكون لا، هذيك حاجه اختياريه. اني ما حطيتش، حبيت تقعد لي الجو نتاع الخضره ونتاع السلق والمعدنوس من غير طماطم. زدتها نكته ماء وخليتها غلات شويه. بعد ما غلات نزيد الفول المصري والحمص لنا دجا طايب عندي في الفريجيدير، دوك باش نحطه وباش نرجع نغطيها. ولهنايا شوفوا لي هاك البنه بعد ما الحمص طاب والفول المصري طاب بالكدا كل البنه والريحه ما نحكي لكمش. بعد ما طابوا الكل بالكدا اخر حاجه نعمل لها تحريكه صغيرونه وباش نزيدها العظيمات. اي نعم، راهو احنا نحطوا اذا كان فما شكشوكه ديريكتومون معها العظمه، دونك باش نحط هاك العظيمات وبالطبيعه كل وحده وقداش تقعد قد كيفاش تحبها، طايبه رايبه. دونك انيش نحطهم شويه وكهو، حطيت عليهم رشه فلفل اكحل، غطيتهم شويه ومن بعد ديريكتومون طفيت عليهم الغاز. وهذه شكشوكتنا الحماميه.